وأهلا بيكم في درس جديد من دروس توبولوجي بالعربي. النهاردة هنتكلم على موضوع مهم جدا وهو موضوع الريدايركتنج. ازاي يكون عندي فلو أنا عايز أتحكم فيه وغير الفلو، أغير المسار بتاع التوبولوجي، الفيسز بتسلم بعضها ازاي عشان أنا عايز أعمل في حتة معينة شكل معين. طيب قبل ما نبتدي في الدرس بتاعنا عايز بس اقول لك حاجه. بما ان انت 3D موديلر لازم يكون عندك الستاتستكس دي متفعله. علم عليها كده هيظهر لك هنا حاجه. تعالى كده شيفت ايه مش بلين. البلين ده اول ما بتحطه بيبقى بيظهر لك هنا في الستاتستكس دي، بيقول لك انت عندك كام اوبجكت وفيرتكس وايدجز وفيسز وتراينجلز، بيديك معلومات مهمه جدا 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 عن السين بتاعتك وفيها كام اوبجكت والفيسز والكلام ده كله. لو جيت هنا دخلت على الفيسز هتلاقي ان هو بيقول لك ان عدد، ركز في الحته دي، عدد الفيرتكس بتاعتك 4 والفيسز 1. لو انا جيت هنا قلت له انا عايز اعمل سب ديفايد، شيفت ار عشان عايز اعمل سب ديفايد كذا مره وليكن كده، قال لك في الاخر ان انت عندك عدد الفيرتكس 81. وخلي بالك ان انت لما بتختار دلوقتي الفيسز دي واخترت الفيس ده، فانت هو بيقول لك ان انت مختار 4 فيرتكس من 81 فيرتكس ومختار 4 ايدجز. المعلومات دي مهمه جدا. طيب دلوقتي انا عايز اعمل ريدايركتنج. بالاول عايزين نتكلم على الفلو. ايه هو الفلو والفلو ده شكله عامل ازاي؟ الفلو ده هو عباره عن الفيسز بتسلم بعضها ازاي. يعني لو جيت هنا وانا عايز اختار كل الفيسز دي، باجي هنا بالالت بقف قبل الايدج ده كده واختار، فبيختار لي كل الفيسز دي. لو انا عايز اختار صف بالعرض كده، اجي جنب الايدج ده مش لازم اقف عليه وادوس الت ليفت كليك هيختار لي كل ده. طب هو ليه اختار لي الفيسز دي بالذات؟ يعني تحديدا ليه هو فهم كده؟ هقول لك بمنتهى البساطه، لان هو كل ايدج بيدور على الايدج المقابل ليه. ادي اول شرط. والشرط التاني ان الايدج ده ما يكونش فيه اي فيرتكس متصله بالايدج اللي قبليه. يعني هتلاقي ان الايدج ده بيدور على ايدج مقابل ليه اهو، ومهم كمان ان ما يكونش مشترك معاه في اي فيرتكس. فعلا الفيرتكس دي بعيده عن دي ودي بعيده عن دي، فبيكمل وده بيسلم ده وده بيسلم ده، فبيفضل ماشي في السكه دي. وبالتالي لما تيجي تعمل لوب كات كنترول ار وتيجي هنا تعمل لوب كات هتلاقيه ماشي في الفلو ده مظبوط. رايت كليك كده بس عشان نلغي اللوب كات. نفترض ان انا عايز اختار لوب معين انا اللي محدده، عايز اختار الفيسز دي كده وتروح لغايه الناحيه دي. هتقول لي طيب بسيط، وانا على الفيسز، انا متاكد ان انا على الفيس هختار الفيس ده كنترول اقف هنا وكنترول اقف هنا. ايه بقى اللي انت ايه المشكله؟ هقول لك ان ده مش فلو، ده انت مختار الفيسز بايدك. انا عايز اعمله كفلو لان ده مثلا شكل مبسط، لكن انت في احيانا بيبقى عندك اشكال معقده شويه، التوبولوجي بتاعها معقد شويه، فانت عشان تختار فيس ده انت هتقعد كتير جدا. فاحنا بنتعلم مع بعض ازاي بنختار الفلو بتاعنا وازاي بنتحكم فيه. والدليل على كده كمان ان انت لو جيت هنا عملت لوب كات كنترول ار وجيت وقفت هنا هتلاقيه هو مسك من اول هنا لغايه هنا، لكن هو ما دخلش اللوب كات، ما عملوش هنا كمان. ده بقى لوحده وده بقى لوحده. طيب انا لو انا عايز اغير الفلو، اعمل ريدايركشن دي، اعدل المسار بتاعه، اعمل ايه؟ اقول لك تعالى على الفيرتكس كده. الفكره في ايه؟ زي ما احنا قلنا ان الايدج ده بيسلم الايدج ده عشان المقابل ليه. طب انا عايز اخلي الايدج ده يسلم الايدج ده، اعمل ايه؟ ما هو ده مش مقابل ليه وفي نفس الوقت مشترك في فيرتكس بينهم وبين بعض مشترك. طب اعمل ايه؟ اجي عند الفيرتكس دي واشدها ناحيه الفيرتكس دي والحمهم مع بعض. احنا هنعمل بقى ميرج. طيب ليه؟ لان انا عايز اعمل هنا ايدج. طيب لو مش واضحه خلينا نشوف. جي واخد ده والحمه الناحيه دي، الحم التو فيرتكس دول مع بعض. انا هنا مشغل الاوتو ميرج، واجي عند الفيرتكس دي واقول له جي الحمهم مع بعض، فبالتالي تكون من الفيرتكس دي للفيرتكس دي ايدج. فبالتالي بقى الايدج ده المقابل ليه هو الايدج ده. طب الايدج ده المقابل ليه هو ايه؟ لا ده
ولا ده، عشان هما الاتنين مشتركين في الفيرتكس بينهم وبين بعض. امال انهي بقى الايدج ده؟ طيب الكلام ده صح ولا غلط؟ فيسز، تعال نقف كده وندوس الت كنترول ليفت كليك، هتلاقي ان هو فعلا اختار كل ده مع بعض. طيب تعالى بقى شوف اللوب كات وهي شغاله، هتلاقي ان هو لما تيجي تقف في النص عمل لي هنا فعلا لوب كات في الفلو اللي انا محدده له. الطريقه دي اصبح عندي دلوقتي لو انا خرجت بره كده، اصبح بص هنا انا كان عندي 81 فيرتكس، دلوقتي بقوا 79. الطريقه دي اللي فيها ميرج للفيرتكس، انا بقلل عدد الفيرتكس وبقلل عدد الايدجز وبقلل عدد الفيسز على حسب بقى ما انا شغال. ده مش عيب ومش ميزه، هي الفكره ان انت بتفهم ان انت لو انت عايز تقلل عدد الايدجز او الفيرتكس انت بتستخدم الطريقه دي. وفي حاجه كمان حصلت، ايه اللي حصل؟ ان انت اتكون عندك 2 triangles. في الحركه دي تكون عندك 2 triangles. طيب عشان اتخلص من ال 2 triangles دول واحول كل حاجه الى كواد، هعمل ايه؟ هاجي هنا واخش على الايدجز. لو انت شفت الدرس اللي فات هتلاقي ان احنا كان عندنا 2 triangles وعندنا طرق كتيره قوي عشان نتخلص من 2 triangles لما يكونوا واصلين لبعض. هاجي امسك الايدجز دي مع الايدجز دي واقول له dissolve كنترول اكس، فبقى عندي هنا الفيسز بقت كلها كواد. تقف على اي فيس هتلاقيه بيعدلك في الايدجز 4 ايدجز. وفي نفس الوقت الفيرتكس قلت كمان لان انت شلت تاني شويه من الفيرتكس اللي كانت عامله المشكله دي. واصبح عندك هنا كمان خلي بالك الفيرتكس دي طالع منها كام ايدج؟ 1 2 3 4 5. اتكون عندك اي بول. ده مهم جدا ان انت تفهم ان انت لما بتقلل عدد الايدجز ولما بتحول لكواد معرض جدا ان انت يكون عندك تراينجلز، وبتتعلم ازاي بتتخلص منها او بتعدلها وتخليها كواد. طول ما الان بول او الاي بول الاثنين دول مش موجودين على سطح في كيرفتشر في انحناء، فانت الدنيا تمام عندك. لكن لو هو في انحناء لازم تبقى انت عارف ان انت محتاج تحرك الاي بول دي، تحركها شويه، وده هنشوف ازاي ده هيحصل في مثال ظريف جدا مع بعض. انا شايف ان ده مهم ان احنا نقوله. تعالى هنا كمان مره عايزين نخلي فيه هنا دايجونال. تعالى نمسك ده جي ونجيبه الناحيه دي، ونمسك ده جي ونجيبه الناحيه دي. نخش على الفيسز، لما نمسك الفيسز دي هيدينا الفلو بتاعنا بالشكل ده. واجي هنا عند كنترول ار اقدر الاقي نفسي بعمل لوب كات. وفي نفس الوقت هاجي امسك وانا على الايدجز، همسك الايدج ده مع الايدج ده كنترول اكس عشان اتخلص منه. هنا عندك الطريقه دي فيها يعني عايز اقول بس تاخد بالك من ان انت الفيسز ما بقتش كلها قد بعضها، فانت يعني ممكن ان انت تبتدي تحرك ده شويه كده، تحاول تخليهم قريبين من بعض شويه في الشكل بتاعهم او في المسافات اللي بينهم وبين بعض عشان تخليهم بالانس شويه. دي الطريقه اللي بتخليك تعمل ريدايركتنج بمثال صغير جدا للفلو بتاعك، ازاي تقدر تعمل ريدايركتنج وتسيطر عليه وتعمل المسار اللي انت عايزه. طيب هل في طريقه تانية؟ في طريقه تانية. تعال نجيب ده كده ونخرج بره الايديت مود، شيفت مش بلين جي اكس، نجيبه بس الناحيه دي كده عشان نشتغل على واحد تاني خالص. ونخش على الفيسز ونمسك الفيس ده رايت كليك سب ديفايد شيفت ار اي عدد انت عايزه، وليكن كده مثلا. تمام. في طريقه تانية. قلنا الاول ان الطريقه الاولانيه اللي كانت هنا انت بتقلل عدد الفيرتكس والايدجز اللي عندك. هنا مثلا انا بس يعني خلاش كبير قوي كده. هنا مثلا انت عندك الايدجز 144 81 نفس اللي فات تقريبا بالظبط. احنا عندنا طريقه تانية نقدر نحول بيها الفلو بتاعنا، وهي ايه بقى؟ تعال على الايدج ده كده مثلا، طريقه جميله جدا وناس كتير ما تعرفهاش ويعني ما ياخدوش بالهم منها قوي، بس هي انا بصراحه شايفها سحر. تيجي رايت كليك وتقول له روتيت ايدج كلوك وايز. بص على الايدج، انا بس حاجه هنا، شايف الايدج ده عامل ازاي؟
هاجي هنا رايت كليك واقول له روتيت ايدج كلوك وايز. بص اللي حصل، الايدج اللي كان هنا لف نفسه كلوك وايز في اتجاه الساعه يعني، وبقى من هنا لهنا، عمل ريدايركت. هل في حاجه اتغيرت في عدد الفيرتكس او في الايدجز؟ مفيش حاجه اتغيرت، ولكن اللي اتغير بس هو المسار نفسه. تعالى كده على الفيسز وامسك الفيس ده كده، شوف بقى هنا في فلو، كنترول ار، بقى هنا في فلو. بمجرد ان انت عدلت، عملت اعادة ترتيب للايدجز بتاعتك بايدج واحد، قدرت تتغير. طيب تعالى هنا على الايدج ده، امسك الايدج ده وتيجي هنا تقول له كمان مرة روتيت كلوك وايز. تعالى هنا على الفيسز وامسك الايدج ده، بص الفلو هنا عامل ازاي، بص هنا الفلو عامل ازاي. هنا الفكرة فيه ان بقى عندك كذا فلو، الدنيا بقت يعني في اشكال كتير. يعني انت ممكن تمسك ده وتعمل كنترول ار كده رايت كليك وتيجي بس مثلا من هنا وتقول له جي زد مثلا. لو افترضنا مثلا ان انا عايز امشي من هنا كده، الفلو بتاعي عايز اخليه يمشي من هنا كده ويجي هنا ويعكس ويخش الناحية دي، هعمل ايه؟ شايف الايدج ده عامل ازاي؟ تعالى كده رايت كليك وتقول له روتيت ايدج كلوك وايز. اللي بيحصل ايه؟ انه بيلف الايدج كلوك وايز. لو دوست شيفت ار اللي هي تكرار لاخر امر احنا عملناه، هيلفه كمان مره. لو دوسته كمان هيلف كمان مره. انا عايز اخليه، لو انا سبته كده ده معناه ان الفلو هيمشي الناحيه دي كده ويجي هنا يلاقي ان الايدج المقابل ليه هو ده، يروح لافف الناحيه دي. انا عايزه يلف الناحيه دي، فهقول له شيفت ار كمان. فده معناه ان لو جيت دلوقتي على الفيسز ومسكت الفيس ده وعملت ليفت كليك مع الالت، هياخد لي الفلو ده مظبوط. اجي هنا اقول له عايز اعمل لوب كات، رايت كليك واقول له كنترول بي مثلا واوسعه كده شويه واقول له جي زد انزل لتحت كده شويه. هتلاقي ايه اللي حصل؟ يعني بلاش قوي كده. هتلاقي ايه اللي حصل؟ هتلاقي عندك اولا انا استفدت من الروتيشن للايدج ان انا قدرت اعمل ريدايركشن للفلو. الحاجه الثانيه اللي ظهرت عندي ان بقى هنا عندي اي بول، عندي هنا الفيرتكس دي طالع منها كام ايدج؟ 1 2 3 4 5. فده قلنا هنسميه ايه دايما؟ اي بول. واتفقنا ان الاي بول ما ينفعش ابدا يكون على سطح في كيرفتشر عشان الشيدنج وعشان حاجات كتيره قوي. طيب ممكن نعمل ايه؟ ممكن نستخدم نفس التول دي. طب تعال نجربها كده. لو قلت له رايت كليك وقلت له روتيت ايدج كلوك وايز، هتلاقيه ان هو ابتدى يلف الناحيه دي كده، وفي نفس الوقت نقل الاي بول لحته بعيده، نقلها هنا، بعدها عن الكيرفتشر. يعني ده يمكن يكون سطح مستوي معقول شويه، بعدها عن الكيرفتشر، فبالتالي مش هيبقى فيه مشكله في الشيدنج. ولو جيت هنا وقلت له رايت كليك روتيت ايدج كلوك وايز، عمل بالشكل ده. اجي هنا لو جيت دخلت على الفيسز ومسكت كده بالالت، هلاقيه قدر يختار لي الفلو اللي فوق النهر اللي انا عامله، الكيرفتشر كله، او سوري الايدج لوب والفلو مشي مظبوط زي ما انا عايز. الطريقه دي الميزه فيها ان عدد الفيرتكس وعدد الايدجز زي ما هو بالظبط، انا ما زودتش وما قللتش. الطريقه دي مهمه جدا ان انت تبقى فاهم ان انت تقدر تستفيد من على الايدج كده، ان انت تستفيد من روتيت ايدج كلوك وايز. طيب هل في طريقه ثالثه؟ يعني عايز اشرح طريقه ثالثه كده بشكل مبسط قوي. عايز اخد الايدج ده والايدج ده والايدج ده واجي هنا انزل كده مثلا يعني، واجي هنا وهنا كده. انا اخترت ايدجز 1 باي 1 واحده واحده. ممكن اروح عامل كنترول بي واروح عامل بيفت. هتلاقيه ان هو لو جيت دلوقتي كده على الفيسز اقدر اختار، اقف كده بين الايدجز كده، ما بين الايدجز، واختار، هيختار لي فعلا اللوب والفلو اللي انا عايزه. بس الطريقه دي حصل فيها ايه؟ انها زودت لي عدد الايدجز، انا زودت عدد الايدجز. وفي نفس الوقت لو انت مش ماسك الاوبجكت بتاعك من اوله لاخره، هتلاقي ان انت ظاهر عندك هنا انجون الايدجز فيه. هنا لو انت مسكت الفيس ده هتلاقي ان الايدجز فيه بقوا
5 وده كمان، وهنقدر نتخلص منهم بالطرق اللي احنا قلنا عليها. لما يكون عندك تو تراينجلز كده نقدر نشتغل بيهم ازاي، يعني كل الطرق اللي احنا اتكلمنا عليها عشان نتخلص من الايدجز الزياده ممكن تبص عليها تاني ونشتغل عليها. دي الطرق اللي انا حابب ان انا اشارككم معلومات عنها النهارده. هي الفكره فيها كلها ان انت لازم تبقى فاهم يعني ايه الفلو، تبقى فاهم لو حبيت اعمل ريدايركشن ايه الطرق اللي موجوده عندي، وكل طريقه هتناسب موقف معين انت محتاجه. فانت عندك 3 طرق دلوقتي محتاج ان انت تتمرن عليهم وتفهمهم كويس وتستخدم كتير جدا الروتيت ايدج كلوك وايز. اتمنى يكون درس النهارده يكون درس مفيد بيضيف لنا. احنا بنحاول نمشي واحده واحده في التوبولوجي، وان شاء الله قدام شويه هنقدر نبتدي نشتغل على بروجكت نبقى فاهمين التوبولوجي ده ماشي ازاي واقدر اتحكم فيه ازاي عشان اقدر اطلع الاوبجكت والديزاين اللي انا عايزه. شكرا ليكم، وارجوكم ما تنسوش السبسكريبشن واللايك، وفي نفس الوقت لو عندكم اي كومنت او اي سؤال يا ريت تسيبوا الكومنت اللي انتم محتاجينها، وان شاء الله نرد عليكم في اسرع وقت. شكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.